بما ان النهارده عيد ميلادي، فكنت بفكر ايه الحاجات اللي نفسي تكون حصلت السنه الجايه لو ربنا اداني العمر. لقيت ان واحده من اهم الحاجات اللي انا فعلا نفسي فيها هي ان انا اكون اتقنت اللغات اللي انا بتعلمها دلوقتي، وعلى راسهم الالماني، لان الالماني يعتبر اول لغه ادرسها لوحدي وانجح فيها فعلا. الحمد لله خدت البيزكس في المدرسه، بس من ساعتها انا بكمل لوحدي وبدرس لوحدي. فالحاجه اللي مركزه عليها الفتره دي هي الجراماتيك، ودي الحاجه اللي لقينا ان هي فعلا محتاجه ان انا اركز عليها في الفيديو اللي فات. وعشان ده اول عيد ميلاد ليا على اليوتيوب، فقررت ان انا المره دي اللي هديكم الهديه. الخطه كالاتي: لو الفيديو ده عجبكم هنعمل سلسله لشرح جراماتيك من اول ان انتم ما تعرفوش اي حاجه عن اللغه لحد السي 1 بطريقه سهله جدا، فيديوهات دقائق صغيره بطريقه لذيذه عليها تدريبات. ويمكن اللي حمسني ان انا اعمل الفيديو ده ان ليا واحده صاحبتي دارسه في جوتا، جات لي من يومين قالت لي ان هي بتتلخبط جدا بين الاكوزاتيف والداتيف ومش فاهمه فيهم حاجه، وانا عن نفسي كنت محتاجه اراجع عليهم. لما حاولت اشرحه لها بطريقه بسيطه الموضوع ثابت في دماغي وفي دماغها، وقعدنا نحل عليه كتير جدا الحمد لله، وبقى بالنسبه لنا اسهل درس جراماتيك. فتعالوا اقول لكم على نفس الطريقه، والدرس كله متلخص في صفحتين انا هقوله لكم بطريقه بسيطه جدا. لو حابين ان انتوا تجيبوا ورقه وقلم بحيث ان انتوا تقدروا تكتبوا اي نوتس وتراجعوها بعدين، ده تمام. لو عايزين بس تسمعوا الفيديو هتفهموا ان شاء الله. عشان نفهم الدرس ده كويس هنقسمه لثلاث نقط. اول نقطه عندنا هي المبدا، ان احنا بنشوف ده شبه ايه في العربي. بالنسبه للاكوزاتيف، الاكوزاتيف هو حاله النصب او المفعول به المباشر في العربي، اللي هو بيتسال عنه بماذا او بمن. خلونا ناخد مثال. لو انا دلوقتي قلت ich sehe den Mann، انا ارى الرجل، فين المفعول به هنا؟ من، الرجل. ليه؟ الرجل هو اللي تم رؤيته، ففي الحاله دي الرجل هيبقى هو الاكوزاتيف عشان هو المفعول به. هناخد مثال تاني: sie hat einen Hund، يعني هي تمتلك الكلب. في الحاله دي المفعول به ايه؟ هوند هو المفعول به، يعني الهوند هيبقى هو الاكوزاتيف. انت كده بدات تعرف فين الاكوزاتيف في الجمله. بس في حاجه غريبه في الجمله: ايش زيا دين من. ليه دين من مع ان الرجل مذكر؟ يعني المفروض في العادي ان هو ياخد دين، لان احنا زي ما عندنا في العربي في حاله النصب في حاجات بتتغير، في الالماني في حاجات بتتغير. الاكوزاتيف ليه تصريف مختلف وهو دين داس دي دي. احفظوهم زي اغنيه مش هيتنسوا ابدا: دين داس دي دي. الدين هي الحاجه الوحيده اللي بتتغير مع الاكوزاتيف، بدل ما هي ديع هتبقى دين. عشان كده عندنا في تاني مثال برضو بدل ما نقول زي هات اين هوند قلنا زي هات اينن هوند، لان هوند بتاخد ديع، والديع مع الاكوزاتيف بتبقى دين، فهتبقى اينن. لو لسه متلقطتش قوي معاكم ما تقلقوش، احنا لسه هنحل عليها كتير، بس المهم تفهموا المبدا ان الاكوزاتيف ده هو المفعول به زي في العربي بالظبط. نخش على تاني حاجه، وحش الالماني: الداتيف. الداتيف ده اللي هو في العربي حالة المجرور أو المفعول به الغير مباشر. لما ناخد مثال الموضوع هيوضح لكم. لو أنا دلوقتي جيت قلت لك ich gebe dem Kind einen Ball، أنا أعطي الكرة للولد. ايه الحاجة اللي أنا بديها؟ الكرة. يبقى الكرة هي الأكوزاتيف المفعول به المباشر. أنا بديله إيه؟ بديله الكرة، دي الأكوزاتيف. بديها لمين؟ للولد. ديم كيند، الشخص اللي أنا بديها له بيبقى هو الداتيف. وعشان كده قلنا الداتيف بيتسأل عنه لمن. بدي لمين؟ بعمل الحاجة دي لمين؟ بشكر مين؟ أيا كان إيه الفعل، الحاجة اللي أنا بعملها لحد بيبقى هو الداتيف. وفي آخر النقطة دي هديلكم جملة واحدة تقدروا تفرقوا بيهم دايما الأكوزاتيف من الداتيف. عندنا جملة تانية لو قلت sie kocht ihrem Bruder eine Suppe، يعني ايه؟ هي طبخت الشوربه لاخوها. هي طبخت ايه؟ الشوربه. يبقى الشوربه دي هي الحاجه اللي عندي، هتبقى الاكوزاتيف. طبخت لمين؟ لاخوها. اخوها هيبقى الداتيف. لو خدتوا بالكم برضو في الجمله دي زي كوخت ايغن برودا، مش برودا دي المفروض ان هي مذكر تاخد الديه العاديه، لا، لان انا عندي الداتيف ليه تصريف تاني سهل جدا هوريه لكم بنفس طريقه الاغنيه. وحرفيا الاغنيه دي انا فاكراها من ايام المدرسه. يلا يلا يا ياسر سمع عمو. ديم ديم ديع دين بلس ان، يعني ديع المذكر هتبقى ديم، داس هتبقى ديم، الدي هتبقى ديع، واخر دي عندنا اللي هي للجمع هتبقى دين بلس ان احنا الكلمه اللي بعدها هننهيها بان. ان الزياده دي من تصريف الداتيف، وهناخد امثله على الموضوع ده. فخلونا ناخد مثال سريع كمان: انا اهدي كتاب لامي. انا اهديت ايه؟ كتاب. اكوزاتيف. بهديه لمين؟ لمامتي. داتيف. بوخ عندي اللي هو كتاب تصريفه داس، والداس في الاكوزاتيف بتفضل زي ما هي. بالنسبه لماينه موتا احنا قلنا ان دي الثالثه اللي عندنا اللي هي بتبقى للمؤنث بتتحول للداع. المرحله اللي جايه انا مسمياها مين مع مين. فاكرين في الانجليش ايام المدرسه كنا بناخد ان في كلمات معينه اول ما تشوفوها معناها ان هي مع التنس، زي مثلا yesterday هتبقى past simple، usually هتبقى present simple، وهكذا. فالدرس ده فيه نفس الكلام. عندنا الافعال دي اول ما تشوفوها اعرفوا على طول ان الجمله دي اكوزاتيف او اللي بعدها على طول اكوزاتيف. الموبايل فصل، فاحنا دلوقتي بعد حوالي 6 ساعات. تعالوا ناخد شوت صغير ونكمل. دخل تفاح. قررت ان انا اوريكم الطريقه بشكل احسن، وهي على طريقه رسم عشان ما تنسوهاش. هنلخص الاكوزاتيف في رسمتين. اول رسمه عندنا هي الوش. الوش اول حاجه هتشوفوها عندكم هي الودن، فالودن هتبقى الهوغن. تاني حاجه عندنا هتبقى العينين، فهيبقى الزين ان هو يشوف.
تالت حاجة عندنا هي البق، فهيبقى تغنكن واسن، هياكل وهيشرب ببقه. كده نبقى خلصنا 80% من الافعال اللي بتيجي مع الاكوزاتيف. تاني رسمه، تخيل ان انت رايح شوبينج، هتعمل ايه؟ هتشوف الحاجه اللي هتعجبك وهتشتريها، فهيبقى عندنا ليبن وكوفن. كده تبقى خلصت كل الافعال اللي بتيجي مع الاكوزاتيف من رسمه واحده. الحاجه التانيه اللي بتيجي مع الاكوزاتيف هي الضماير دي. ودلوقتي تعالوا نخش مع الحاجات اللي بتيجي مع الداتيف. لو حفظتوا الافعال بالطريقه العاديه هيبقى ده شكلهم، بس انا هفكر لكم دلوقتي في قصه. دلوقتي عندنا 2 صحاب كانوا عايزين يروحوا المول سوا، فدو فولكست داين فرويند. دخلت محل لبس وصاحبك لما قاس التيشيرت قلت له اس جيهور دير اس باس دير، اللي هو ده مناسبك وخلاص بتاعك، فانت عايز تتاكد هو بيبالغ ولا بيتكلم بجد. رحت قلت له كانst du mir helfen ein Foto davon zu machen، ممكن تساعدني ان انا اخد صوره للتيشيرت عشان اتاكد ان هو فعلا مناسبني. ولما شفت ان هو تمام فعلا واشتريته قلت له دانكشن، شكرت على اللي هو عمله. راح هو قال لك gratuliere zum neuen Hemd، مبروك على التيشيرت الجديد. نفس الكلام لضمائر الداتيف، بس عايزه اقول لكم على نقطه صغيره فيهم عشان لما تيجوا تذاكروا ان انتوا في الاكوزاتيف هتلاقوا ان في كلمه جيجن اللي هو ضد، زي مثلا الاهلي جيجن الزمالك، حاجتين ضد بعض. ولما تيجوا تبصوا على ضمائر الداتيف هتلاقوا ان في كلمه اسمها جيجن اوبا، لو جيتوا تترجموها هتلاقوا معناها مقابل. فمش كده الاتنين زي بعض؟ لا، مقابل هنا بمعنى مثلا الصيدليه مقابل المستشفى، البيت مقابل البيت، فالاتنين مختلفين. نفس. ودلوقتي اخر جزء عندنا، الجزء الثالث. زي ما قلنا الجزء ده عامل زي لعبه الكراسي، محتاج تشوف مين اللي ثابت ومين اللي بيتحرك. فاحنا عندنا 8 كلمات تريكي ممكن ينفعوا في الاكوزاتيف او في الداتيف، حسب ايه؟ حسب هما بيتحركوا ولا ثابتين. الحركه بتبقى مع الاكوزاتيف، الثبات بيبقى مع الداتيف. هتحسوا حتى دايما ان الداتيف ليه وضع في الجيرمان، فدايما يربطوا ان الداتيف هو الثابت اللي دايما ما بيتحركش. وخلينا نشوف اول مثال. عندنا كلمه اونتا اللي هي تحت، ich lege die Tasche unter den Tisch، انا بحط الشنطه تحت الترابيزه. فانا بعمل ايه؟ فعل فيه حركه، بحط الشنطه تحت الترابيزه. لو هنبص عليها في الداتيف هتبقى دي تاشا ليكت unter dem Tisch، الشنطه تحت الترابيزه، مفيش اي حركه في الموضوع. خلينا ناخد واحده تانية. عندنا über اللي هي معناها فوق. لو في الاكوزاتيف اللي فيه حركه هنقول ich hänge das Bild über das Sofa. هي بتتنطق زوفا صح؟ مش فاكره. ايوه طلع النطق صح. يعني انا بعلق الصوره فوق الكنبه، في حركه في الموضوع. لو هنبص عليها في الداتيف das Bild hängt über dem Sofa، الصوره معلقه فوق الكنبه او الاريكه، فموضوع فيه ثبات. ثبات يعني داتيف. كده نكون خلصنا الدرس اللي عامل مشكله لناس كتير في الالماني، او اللي لسه مش فاهمينه، او ان شاء الله تكونوا فهمتوه من الفيديو ده. ولسه عندنا تدريبات نكمل معاها وركاب سريع عشان ما تنسوش اي حاجه من اللي فات. الموضوع يثبت في دماغكم من غير اي مذاكره، مجرد ان انتوا بس تراجعوا بسرعه على الضمائر والافعال اللي بتيجي مع كل واحد فيهم وتحلوا التدريبات معايا دلوقتي. اول حاجه قلناها هي المبدا ان الاكوزاتيف عندي هو المفعول به المباشر، زي جمله ich sehe den Mann، انا ارى الرجل. مين اللي بشوفه؟ الرجل، يبقى الرجل مفعول به يعني الرجل اكوزاتيف. الداتيف اللي هو حاله المجرور او المفعول به الغير مباشر، زي مثلا لو قلت ich gebe dem Kind einen Ball، انا اعطي ايه؟ einen Ball، الكوره دي هتبقى الاكوزاتيف، بديها لمين؟ dem Kind، يبقى dem Kind هيبقى هو الداتيف عندي. وقلنا ان تصريف الاكوزاتيف den das دي، والداتيف هيبقى dem der den بلس ان. فالحاجه بتبقى اكوزاتيف، الشخص بيبقى داتيف. تاني حاجه عندنا هتبقى مين مع مين، الرسمه اللي احنا قلناها. تالت حاجه بيتحرك ولا ثابت، لو بيتحرك دايما بيبقى الاكوزاتيف، لو ثابت بيبقى الداتيف. ودلوقتي يلا نخش على التدريبات. وبكده الفيديو يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم، وتبعتوا لكل اصحابكم اللي عايزين يتعلموا الماني وخايفين منه، او اللي لسه بيبداوا فيه، اللي متلخبطين في الدرس ده، لان هو فعلا درس مهم جدا ومعتمد على حاجات كتيره في الالماني. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا محتوى اكتر عن السفر وتعلم اللغات. ولو عايزين تسافروا المانيا واوروبا كلها تقدروا باقل تكلفه من خلال التطوع، هتلاقوا عندي فيديوهات عن فلوجز للتطوع وعن ازاي تقدروا تتطوعوا. فبكده نكون خلصنا، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين.